بيبدأ فيلم النهارده مع تيم مصمم ألعاب، وبيكون قاعد بيتكلم مع صحابه وبيعرفون إن المشروع الأخير فيه أخطاء تقنية كتير، وإن الشركة رافضة أي تأخير والشبكة بتكون ضعيفة. وتيم مش بيكون مركز معاهم وقاعد يفكر في حبيبته أوليفيا وهي حامل، وبتكون خسرت طفلتها وده اللي مأثر عليه. وبيكون حابس دبانة جوه كوباية وبياخدها عشان يخرجها من الشباك بس بتدخل تاني. وبيروح تيم يغسل وشه وبيفتكر اليوم اللي أوليفيا خسرت فيه الطفلة. وبتوصل أوليفيا لعنده وبتطلب منه يجي معاها عشان توريه حاجة. وبينزل الشارع وبيقابل توم جارهم وبيقابل فريدمان ملك العقار، وبيشكرهم عشان صابرين عليه اخر 3 شهور واستحملوا اعمال الترميم. وبيلاحظ تيم ان في طيران هليكوبتر كتير، وبيعرفوا فريدمان ان في حريقه جامده حاصله في المدينه اللي جنبهم. وبيخلصوا كلامهم وبيكمل تيم مع اوليفيا، وبتوريه العربيه الجديده وبتقترح عليه انهم يتحركوا من دلوقتي على باريس عشان يوصلوا الصبح ويفطروا هناك. وبتقول انهم لازم يبداوا بدايه جديده، وبتعرفوا انها سابت الشغل عشان محتاجه تاخد استراحه. وبتطلب من تيم هو كمان يسيب الشغل، بس تيم بيقول لها انه ما ينفعش يسيب شغله بالبساطه دي، وان الوقت شغال على لعبه هتغير حياته. وبيقول لها انهم هيسافروا في وقت تاني. وبيرجعوا على البيت واوليفيا بتقعد تعيط طول الليل. وبيقوم تيم تاني يوم بيلاقي اوليفيا بتجهز نفسها عشان تسافر لوحدها. وتيم بيحاول يمنعها وبيقول لها انها ما ينفعش تنفصل عنه بالطريقه دي، بس اوليفيا مش بيكون فارق معاها وبتفتح الباب عشان تمشي. بس بتلاقي الجدار قدامها وبتفتكر ان تيم اللي حاطه، بس تيم بيأكد لها انه ما عملش حاجه. وبيحاول يزق الجدار بس مش بيتحرك. وبتروح اوليفيا للصاله وبتنادي عليه، وبيكون الجدار محاصر الشبابيك كمان. وبيقول تيم ان ممكن يكون الجدار ده تبع الترميمات اللي فريدمان بيعملها. وبتحاول اوليفيا تتصل بيه بس مش بيكون فيه شبكه. وبيبص تيم على تليفونه وبيلاقي الشبكه والواي فاي فاصلين. وبيشوف الراوتر وبيلاقيه فاصل. وبتحاول اوليفيا تفهم الماده بتاعه الجدار لانها مهندسه معماريه، بس هي مش بتكون فاهمه ليه حد يبني جدار بابعاد ومقاسات مختلفه. وبيحاولوا يخرموا الجدار بالشنيور بس الماده بتكون صلبه جدا ومش بتتاثر. وبيحاولوا يخرموا جنب الباب بس بيكتشفوا ان الماده محوطاهم من جميع الاتجاهات. وبيسمعوا صوت جيرانهم مارفل وانا وبيخرموا خرم في الحيطه وبيتكلموا معاهم. وبيسالهم مارفل لو يعرفوا اللي بيحصل، لان الشبكه والواي فاي فاصلين وهم مش عارفين يخرجوا من البيت. فبيعرفوهم تيم وليفيا ان كل حاجه قطع عندهم هم كمان. فبيقلق مارفل وبيروح ياخد اخر ممنوعات معاه. وانا بتكون خايفه لا يكون فريدمان بيعمل كده عشان يقتلهم، بس اوليفيا بتهديها وبتقول لها احنا مش لوحدنا واكيد في حد هيوصل لنا. وبيروح تيم عشان يفتح الحنفيه بس بيلاقي الميه قطع. وبيجرب كل حنفيات البيت بيلاقي البيت كله مفيهوش ميه. وبيقول تيم لاوليفيا انهم يجربوا كل الطرق الممكنه زي الالعاب، بس اوليفيا بتقول له احنا مش في لعبه سخيفه من اللعب بتوعك. وبتقول انه السبب في اللي بيحصل لهم لانه لو سمع كلامها ومشوا من بالليل كان زمانهم دلوقتي في امان. وبيتعصب تيم وبيرمي تليفونه في الجدار. وبيلاحظ ان في حته حديده ماسكه في الجدار. وبترجع اوليفيا وبتعتذر له، فبيعرفها تيم من الماده اللي محاصرهم دي عامله زي المغناطيس. وبيجمعوا كل المعادن اللي في البيت وبيحطوها على اقوى 4 نقاط، بس فجاه بتطير كل المعادن عليهم وتيم بينقذ اوليفيا وبيتصف في ظهره. وبتقعد اوليفيا وبتشيل الحديد اللي دخل في ظهر تيم. وبيجمعوا كل الاكل اللي في البيت وبياكلوا منه بحذر عشان هما ما يعرفوش هيفضلوا كده لامتى. وبيسمعوا صوت خبط في بيت مارفل وانا، فبيكسروا الحيطه وبيدخلوا شقتهم بيلاقوا اثار دم على الارض. وبيفضلوا ماشيين وراها لحد ما بيوصلوا لعند انا. واوليفيا بتحاول تساعدها بس مارفل بيهجم على تيم لانه بيكون فاكره بيهجم على انا. واوليفيا بترش في وشه فلفل وتيم بينزل فيه ضرب لانه فاكره بيأذي انا، بس انا بتوقفه وبتعرفوا ان الدم اللي على ايديها ده دم مارفل وانه كان بيحاول يساعدها. وبيربطوا مارفل لحد ما يفوق من الممنوعات اللي بياخدها. وبيشوف تيم اوضه مكتوب عليها ممنوع الدخول. وبيدور هو واوليفيا وبيلاقوا شاكوش وبيحاولوا يكسروا الجدار بس مش بيتاثر. ومارفل بيفوق بيقول لهم انتوا كده هتكسروا الشاكوش. وبتقترح انا انهم يكسروا الارضيه وينزلوا الدور اللي تحت وبعد كده اللي تحته لحد ما يوصلوا الدور الارضي ويقدروا يخرجوا. واوليفيا بتبدا ترسم مخطط للمبنى وبتعرفهم ان المبنى ده اتبنى سنه 1897 وان في ملجأ تحته من ايام الحرب، وانهم ممكن يستخدموه لانه متوصل بشبكه الانفاق ويقدروا يخرجوا منه لبره المبنى. وانا بتعرفهم انها شافت فيديوهات على التيك توك لاطباق طايره وشكل كده الفضائيين هم اللي عملوا فيهم كده. بس مارفل بيكون متاكد ان فريدمان هو اللي عمل كده، بس اوليفيا بتقول انت اكيد غلطان ان فريدمان راجل لطيف. فبيقول لها مارفل ان كل القتله المتسلسلين بيكونوا لطفه في الاول. وبينجحوا يكسروا الارضيه وبينزل تيم وبينادي على اوزول صاحب الشقه، بس بيظهر اوزول وبيكون معاه سلاح وبيكون فاكر تيم جه ياخد المؤن بتاعته. بس تيم بيحاول يهديه وبيعرفوا انه عايز يخرج من المبنى بس مش اكتر. واوزول بيكون رافض يسمع له، وحفيدته اللي هي بتوصل لعنده وبتحاول تهديه وبتقول ان تيم جارهم ومش عايز يأذيهم. فبيقول لها اوزول ان في اقل من 3 ايام هيكونوا اعداء وهيتحاربوا على نقطه ميه، بس تيم بيقول له يسيبه يوصل للقبو يمكن يعرفوا يخرجوا ما يكونوش اعداء. فبيوافق اوزول بس بيعرفوا ان لو حد اذى حفيدته ليا هيقتله. وبينزل مارفل وبيبدا في التكسير، وليا بتعرفهم ان الجدار اتوجد بسرعه لانها الساعه 4 قامت تجيب حاجه ورجعت لقت الجدار اتوجد من العدم. وبيلاحظ تيم كاميرا موجوده في جهاز الانذار وبيسال اوزول اللي هو اللي راكب الكاميرا، بس اوزول بيقول انه ما يعرفش عنها حاجه وان فريدمان هو اللي مركب اجهزه الانذار. وبيروحوا المطبخ وبيكسروا جهاز الانذار وبيلاقي فيه كاميرا تانية. وبيقول مارفل ان اكيد في حد بيراقبهم، هو دلوقتي في لعبه عامله زي لعبه الحبار
وفي ناس اغنياء جدا ورا كل اللي بيحصل لهم. وبتقول اوليفيا انهم ممكن يسالوا فريدمان عن اللي بيحصل لان الفرق بينهم وبين شقته حيطه، وبيكسرها تيم ومارفل وبيدخلوا بيلاقوا فريدمان مقتول وايديه مقطوعه وتليفونه عليه شغل الجدران. وبيرجع مارفل ويبدا يكسر بسرعه عشان يوصلوا لتحت اسرع، وليه بتسالهم لو دوروا على القاتل كويس، فبيعرفوها انهم دوروا وما لقوش القاتل ولا ايد فريدمان اللي اتقطعت. وبيسالوا اوزول لو سمع حاجه، بس ليه بتبعدهم عن اوزول وبتقول لهم محدش يضغط عليه لانه مريض زهايمر. وانا بتكون شايفه ان كل اللي هم فيه ده وهم، وانهم متوصلين باجهزه ذكاء اصطناعي. وفجاه الارض بتنهار وبيقعوا كلهم لتحت، وليا بتقول لجدها انهم لازم يلاقوا طريقه عشان ينزلوا بيها لتحت، بس اوزول بيعرفها انه ما يقدرش ينزل وبيقول تنزل هي وهو يقعد في بيته، وبيدي ليا مسدس عشان تدافع عن نفسها. بس ليا بتعرفه انها مش هتسيبه لوحده حتى لو اضطرت تشيله، وبتجيب سلم وبينزلوا شقه انتوني وبيلاقوا شخص غريب اسمه يوري وبيكون صاحب انتوني، وبيسالهم هم ليه عملوا كده في السقف، فبيعرفوا ان دي الطريقه الوحيده عشان يوصلوا بيها للانفاق. فبيقول لهم يوري ان في تلوث بره وان الجدران دي تقنيه متطوره عشان تحميهم من التلوث، فبيسالوه عن مصدره فبيقول لهم دي انظمه العالم الجديد ودي حاجه سريه في الدوله. وبياخدهم لعند انتوني وبيعرفهم ان جاله سكته قلبيه اول لما شاف الجدار، وان جهاز تنظيم ضربات القلب بتاعه وقف بسبب المجال المغناطيسي بتاع الجدار، وبيكونوا عايزين يكملوا تكسير. ويوري بيقول لهم ان الاحسن انهم يفضلوا هنا، واوزول بيوافقوا الراي، بس تيم بيقول له حتى لو في تلوث بره انا الاحسن ليا ان اموت بره مش هنا. وبيكملوا تكسير لحد ما بيوصلوا عند الانفاق، بس الصدمه لما بيلاقوا الجدار قدامهم، واوليفيا بتنهار لانهم تحت الارض بمترين. ويوري بيكون فرحان ومارفل بينهار ويمسك الشاكوش وبيحاول يكسر الجدار، بس تيم بيهديه وبيعرفوا انهم محتاجين الشاكوش. واوزول بيطلع المسدس عشان يوقف مارفل، وبيمثل مارفل انه هدي خلاص، بس بيشد المسدس وبيضرب على الجدار، بس الطلقه مش بتعدي وبترد فيهم، وكلهم بينبطحوا ما عدا اوزول اللي مش بيقدر يتحرك بسرعه، وبيتصابوا وبيحاولوا يوقفوا النزيف بس بيموت. وبيرجعوا لشقه انتوني وبيقول لهم يوري كويس انهم ما عرفوش يخرجوا لبره، وبيقول لهم يثقوا فيه وان الجدران دي بتنقي الهواء بطريقه معينه. وانا بتكون شايفه ان اكيد في سبب لاجتماعهم مع بعض، وان اكيد في حاجه بتربطهم، وبتعرفهم انها كانت هتموت وهي عندها 15 سنه لما عملت حادثه بالعجله. وبتسالهم لو حد مر بتجربه الموت، فبتقول لها ليا ان امها كان عندها سرطان وماتت وليا جنبها. وبيقول لها يوري انه قتل حد لما كان شغال ظابط، وليا بتتهم مارفل ان هو السبب في موت جدها، بس مارفل بيعرفها انها كانت حادثه، بس ليا بتقول له حتى لو حادثه بس برضه انت السبب. وبينهار مارفل ويقول لها انه ما كانش يعرف ان الرصاصه هترد عليهم من تاني. واوليفيا بتقول لهم انها فقدت طفلتها، بس تيم بياخدها على جنب بيقول لها ان موت طفلتهم دي حاجه تخصهم هما مش تخص حد تاني، بس اوليفيا بتقول دي حاجه تخصها هي وهي عايزه تتكلم فيها دلوقتي لان ده اكتر وقت هي شايفاه مناسب. بس تيم بيتخانق معاها لان عايزه تنفصل عنه بعد 7 سنين بسبب انه مرضاش يسيب شغله، بس اوليفيا بتعرفه ان شغله مش اهم من حياتهم، وانها بعد ما جادت ورجعت على البيت هو رجع وقعد على الكمبيوتر وكمل شغل في الوقت اللي كانت محتاجاه فيه. بس تيم بيعرفه انه كان بيحاول ينسى اللي حصل، وبيروح الحمام يغسل وشه وبيرجع لجيرانه وبيعرفهم انه ما ينفعش يفضلوا قاعدين كده ومستنيين اي حد ينقذهم. وبيقرروا يطلعوا اوضه فريدمان عشان يدوروا على مخطط المبنى وكاميرات المراقبه. ويوري بيقول لهم انتوا عايزين تعملوا اي حاجه وخلاص، وبيدوروا على المذكرات بتاعه انتوني يمكن يفهموا منها حاجه، بس يوري بيقول لهم ان قراها وما فهمش اي حاجه. بس اوليفيا بتاخد المذكرات وبتوزعها عليهم، وبتروح هي وليا وبيلاقي انتوني مظلل البلوكات اللي المجال المغناطيسي بتاعها عالي. وتيم ومارفل وانا بيروحوا شقه فريدمان وبيدوروا فيها على اي حاجه تساعدهم، بس مش بيلاقوا حاجه. وبيلاحظ تيم ان الاوضه دي اصغر من اللي عنده، يعني اكيد في باب سري. ومارفل بيلاقي الريموت اللي بيفتح الباب السري وبيكون فيه باسورد مكون من 10 ارقام، وبيطلب تيم منهم يجيب له دقيق. وبيروح لعند اوليفيا وليا وبيعرفوا ان انتوني كان شغال في شركه نونوي، ودي شركه بيستخدموا النانو لتطوير الاسلحه. وبيسالوا يوري لو يعرف حاجه عن الكلام ده، فبيقول لهم يوري ان انتوني كان معرف انه مبرمج. واوليفيا بتلاقي اللابتوب بتاع انتوني وبيكون متكسر، وليه بيعرفها ان انتوني كسره لما ما قدرش يوصل لحاجه. وبيدوروا وبيلاقي ورق انتوني كان راميه وبيبقى مكتوب فيه كود بيفتح الجدران. وبيروح لتيم وبيقدر يرفع البصمات عن طريق الدقيق وبيعرف الارقام وبيقعد يجرب. ومارفل بيكون خايف للراجل اللي قتل فريدمان يكون موجود ورا الباب، وبيقدروا يفتحوا الباب وبيلاقي فريدمان حاطط كاميرات في جميع الشقق وبيراقبهم. وبيشوف تيم لحظه وجود الجدار واللي بيظهر فجاه من العدم، وليا مش بتكون معاهم، بتكون عند جثه انتوني وبتلاحظ كدمات على رقبته. وبيكمل تيم الفيديوهات وبيلاقي انتوني قدر يفتح الجدار بس يوري قتله. ومارفل بينزل جري لعند يوري وبيلاقيه قتل ليا، وبيحرق مذكرات انتوني عشان ما يعرفوش يخرجوا من هنا. وبينزل تيم جري عشان يلحق مارفل، وبيوصل بيلاقي يوري بيخنقه، فبيضربوا تيم وبيوقعوا على الارض. واوليفيا بتقول لهم يسيبوه عايش عشان ممكن يكون عارف طريقه الخروج. وبعد شويه بيظهر يوري وهو مربوط وبيفتش تيم في حاجته، وبلاقيه معاه كتاب بيتكلم عن الحرب العالميه الثالثه ما بين امريكا والصين. وبيروح تيم لعند اوليفيا وبتكون قاعده زعلانه على ليا، وبتسال نفسها اللي يوري قتل ليا، فبتقول انا انها اكيد وصلت لطريقه الخروج زي انتوني، وبتقول انها هتروح تتفرج على الكاميرات يمكن توصل لحاجه.
وبتروح اوليفيا لعند الجدار، وتيم بيلاحظ ان في فواصل موجوده عامله زي شفره موريس بس معقده اكتر. وبيروحوا لعند يوري وبيسالوه عن الكود اللي بيفتح الجدار، وبيسالوه لو الحريق اللي حصل امبارح ليه علاقه باللي بيحصل لهم دلوقتي. فبيعرفهم يوري ان ما يعرفش حاجه غير ان الجدار ده معمول عشان يحميهم من جميع انواع الخطر، وبيقول لهم انهم هيشكروه عشان حماهم، وبيكون مستغرب هم ليه عايزين يخرجوا من هنا. فبتقول له اوليفيا لو زي ما بتقول كده ليه انتوني كان عايز يخرج؟ فبيقول لها هو كان فاكر ان في خلل في النظام. وانا بتنادي عليهم وبتعرفهم ان انتوني كان شغال على تطبيق بيفتح الجدران، وتيم بيروح يجيب تليفون انتوني المتكسر وبيحاول يشغله، وبيقدر ينقل التطبيق على جهاز تاني، وبيوجهه ناحيه الجدار، والتطبيق بيبدا يوجه اشعه ناحيه الاربع بلوكات، والجدار بيبدا يتغير. وانا بتدخل ايديها بس الجدار بيرجع لحالته الطبيعيه وبيبدا يسحبها، وبيحاول يشدها بس بتموت ما بين ايديهم. ويوري بيقعد يضحك عليهم، فبيفقد مارفل اعصابه وبيروح يقتله، وبعدها بيموت نفسه. وبيقعد تيم واوليفيا وهم محبطين، وبيعتذر تيم لاوليفيا عشان ما قدرش يقف جنبها لما فقدوا طفلتهم. فبتقول له اوليفيا انا كنت محتاجاك تتكلم معايا، مش تفضل ساكت سنتين. وبيرجع يحاول من تاني، وبيلاحظ ان كل بلوك بينور انوار مختلفه. وبيراجعوا الفيديو بتاع انتوني وبيشوف الاضاءه اللي في الفيديو، وبيعرفوا النمط بيروحوا يجربوه. بس بيظهر يوري وبيفقد تيم وعيه، واوليفيا بتخاف وبتقع في القبر. وقبل ما يوري يوصل لعندها بيقوم تيم وبيوقعه وبيهربوا سوا. وبيوصلوا لعند الجدار وبيقول تيم لاوليفيا تفتحه، وبيحاول هو يوقف يوري، بس اوليفيا بترجع وبتضرب يوري على دماغه. وبتساعد تيم وبيفتحوا الجدار وبيقدروا يخرجوا، وبيلاقوا كل المباني متغطيه بنفس الجدران. وبيركبوا العربيه وبيسمعوا في الراديو ان في حريق حصل في مختبر الاسلحه، وده اللي عمل خلل وادى لتفعيل نظام الحمايه. وبينطلق تيم مع اوليفيا في رحلتهم لباريس. وبكده خلص الفيلم. يلا